حطي رجلك التانية. تسلم ايدك يا بنتي. بنتك؟ ايوه بنتي، والعيال اللي في المخزن دول كلهم ولادي، بس انتي قاعده هنا ليكي مكان لوحدك، وكنت اتمنى يا مبسوطه تبقي بنتي بجد. عليا يا ريسة. يا بنت، المحبه في الروح، وانتي روحك طيبه وجميله. عارفه انتي عندك شويه حاجات كده مش موجوده عند حد اليومين دول. طب ما تقولي لي كده وتفرحيني. ماشي، حنينه وطيبه ووفيه وعبيطه وهبله ومندفعه كمان. عايزه حاجه تانية؟ بالك انتي انا ما بعرفش ازعل منك، حتى خناقه الواد رجب لما خبيتيها عليا ما زعلتش منك ابدا. طب ما انا غالية عندك كده بقى، ما تخليني جنبك على طول اراعيكي وبلاش الشغل ده. هو انت هتغلبي في لقمتي؟ اغلب في ايه يا هبله؟ انا اغلب في لقمتك؟ ده انا لو عايزه البسك من فوقك لتحتك حرير في حرير اقدر. ومش بس كده، ما خليش حته في جتتك باينه الا متغرقه دهب وصيغه. طب حسب مسألة كده بقى ينوبك ثواب، انا ولا عايزة دهب ولا حرير، انا مش عايزة بهدلة الشوارع دي. شغلك في الشارع ومرمطتك علام ليكي. مش عايزة العالم ده. بلاش تستعجلي، كل شيء بأوانه ومبسوطه. استبري، اقطمي استني. قام وزير التربية والتعليم صباح اليوم بإعلان أسماء الطلاب الأوائل في امتحان الثانوية العامة. واحنا مالنا بالحاجات دي؟ ولا يكون حد في المخزن بيذاكر منزلي؟ يكونش رجب الفرخ. أما مجموع العلمي انتك مصيبه مبسوطه يا بنت، بطلي هبل. قومي شوفي لي رجب فين. هتلاقي القهوة بتاعته، ما هو يحب يظبط نفسه قبل الشغل. حتى نقرك من نقره ليه؟ اجوزهولك يا بنت؟ اخس وراب هيتجوز حدايه ما رضوش ببعضيهم، ده حتى بينهم عداوه. بقى هو غراب برضو؟ يعني انا الحدايه؟ انت قمر يا بنت فاشر، بس لو تستحمي بصابونه فنيك. انت ليه عايزه تلمي متعوس على خايب الرجا؟ وبعدين مش عايزه اتجوز من اساسه. اعمل لك شاي؟ اعمل لك شاي يا اختي خلاص ان شاء الله عنك ما اتجوزتي. ما سمعتيش الراديو قال ايه؟ قال ايه؟ يا اختي ثانويه عامه يا بنت، فلوس، شغل. اطلعي شوفي لي رجب فين داهيه وتقولي له التعليمات اللي هقول لك عليها بالظبط. مبروك يا مناد، عقبال ما تشوفيها عروسه. الشهاده الكبيره الاول. الله يبارك فيكي يا ام عادل. نجحت. يا حبيبي، الف الف مبروك يا ابني. عقبال كده يا رب مشروعك وانت معاك الشهاده الكبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. وايه اخبار المجموع بقى يا بطل؟ لسه مش عارفين يا بنتي ان شاء الله يا اما طب يا هندسه. ألف مبروك يا ابني، وربنا يتمم مشوارك على خير. بقول لك ايه يابا، النهارده توزع بسبوسه وكنافه على كل الناس ببلاش. وانت هتقولي فيها اعملي حسابك كده على كام صاج بسبوسه، على كنافه، على بقلاوه. يا سلام، ونعمل كمان شربات. هو في فرح من غير شربات يا اختي؟ لو النجاح ايه لازم ياخد نسيمه. صح، حلاوه النجاح. بس يا بنت انت وهي، الله هو اخوكم معاه فلوس ده كله؟ هي جت على سيمه بس ياما، ده بعد السيمه فيه عشوه حلوه، وبعد العشوه الحلوه فيه فسحه حلوه كمان. جرايه نوار انتوا تغريد، انتوا كده هتخلي اخوكم يندم ان هو نجح. جرايه حتى نجاح ما بيجيش غير بعد شغل. منك انت يا سهاله. مبروك مبروك. نقوم بقى نشوف اكل عيشنا. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي. عايزه تشوفي فيلم ايه بقى؟ محمود ياسين؟ الله بحبه قوي. محمود ياسين ايوه. مبروك يا عطوف. نوار، هو اخوكي ماله؟ مش عارفه يا ماما. بقول لك ايه، انا هطلع اشوف. يا بنتي، لحسن يكون ما نجحش وخايف يقول. حاضر. شوفي مين يا تغريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الوالد موجود بإذن الله؟ باذن الله موجود. بابا، في واحد عاوزك. ايوه، ادخلي انت يا تغريد. خير ان شاء الله. ازيك يا عم ربيع؟ انا كنت جيت لك قبل كده مع الشيخ شفيع. اهلا بيكم بالشيخ شفيع. لا مؤاخذه مش قادر اقول اتفضل، اديك شايف حسن الشغل اللي احنا فيه. لا هم كلمتين. سيدنا كان عايز يشرب معاك الشاي في الجمعيه لو كنت فاضي. ولو مش فاضي
حد يقدر يتاخر على طلب للشيخ شفيع؟ لا في حاجه. بذمتك ده شكل واحد ناجح؟ نجاح زي قلته، مجموع يسد النفس. انت مش قلت لابوك ان انت لسه متعرفش المجموع؟ انا مش عايز ابوظ فرحته. المهم ان انت نجحت وخلاص. امك مش عاجبها حالك، بتقول ان انت يمكن تكون سقطت ومش عايز تقول لنا. ازاي طمنيها؟ المهم بس بابا ما يعرفش النهارده. هيفرق النهارده من بكره؟ هيعرف. قال انت جبت مجموع قد ايه؟ انا قلت لك يسد النفس، افهمي بقى. ايوه كام يعني؟ مالك نازله مدلدله كده؟ اوعى يكون حصل اللي في بالي. هو لا طب ولا هندسه. امال ايه؟ 61%. لا حول ولا قوة إلا بالله. نجاح زي عدمه. ما تاخذنيش يا راجل يا طيب ان احنا قاعدين هنا يعني ومش قاعدين في المكتب. اصل بصراحه المكتب ده بيجيب لي خنقه. هنا براح. أيوة هنا كويس. الله، ايه مالك؟ شكلك كده متقدر ومساهم زي ما يكون راجل اتحرق له زرعه. الحمد لله يا سيدنا، والله احنا في خير ونعمة وربنا كرمنا. الحمد لله. اللي يرفع سيدنا. جزاك الله كل خير يا سيدي. جزانا واياكم. بس برضه شكلك كده ما هوش عاجبني، في حاجه اتكلم بقى. الواد عاطف ابني يا سيدنا. خير ماله؟ انا سمعت ما شاء الله يعني ان هو نجح في الثانويه العامه. ويا ريته كان سقط، كان احسن له. ده جايب مجموع يا سيدنا لا يودي ولا يجيب. يا ساتر يا رب. وده جاب كام في المية ده؟ بيقول 61%. يا سيدي المجموع اللي هو مزعلك ده بإذن واحد أحد هيدخله كلية ما هيش بطالة. بس بيني وبينك الكليات دلوقتي كلها بقت زي بعض، ما عادتش تنفع. علم لا ينفع وجهل لا يضر. أيوة يا سيدنا، بس كل أب عاوز ابنه يكون أحسن الناس. أحسن الناس دي بتاعت ربنا، ثم إن كل الشهادات زي بعضها عاملة زي رخصة العربية. المهم إن كل واحد يبقى معاه رخصة. أنا مش عاوزك تزعل وتشيل هم على حاجة ما تستاهلش من أصله. نصيبه كده. أيوة كل شيء نصيب. شو بقى يا راجل طيب، أنا زعلان منك. معتمد اتبهدل قوي بيتكم. بهدلة عن بهدلة تفرق يا سيدنا، وأنا بهدلة بنتنا في الشارع كانت أشد. عندك حق، الحق حق، لكن هو برضه اعتذر ولسه عند كلامه. أي كلام يا سيدنا. يناسبك يا راجل يا طيب. معتمد عريس تتمناه الناس كلها. طب انت تعرف ايه عن معتمد؟ معرفش، أنا كنت بقابله في الجامع حرما يتقبل الله ازاي الصحة وبس. طب انا هقول لك بقى كل اللي انت ما تعرفوش عن معتمد.